أهلا بكل مهتم بتطوير مهاراتي في هذا الاستكشاف المعمق الجديد. اليوم نقاشنا سيغير قواعد اللعبة تماما لكل شخص يعمل في التوجيه ونقل المعرفة. أكيد. نحن نتحدث اليوم عن تحويل المربي العادي إلى معلم خارق بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بالضبط. وتوفير ما يصل إلى 80% من وقته، وهذا بفضل الملف الغني جدا للباحثة وخبيرة الذكاء الاصطناعي وفاء الوالدي. صحيح. الملف الذي يحمل عنوان ترسانة الأساتذة والمعلمين، وهو يمثل جزءاً من سلسلة رمضانية رائعة ومكثفة مدتها 15 يوماً. مهمتنا اليوم هي تفكيك هذه الترسانة الرقمية، وفهم كيف يمكن لأدوات محددة أتمتة المهام الإدارية والتحضيرية بفعالية. دعونا نفكك هذا الموضوع. ممتاز. لنتحدث عن التخطيط أولاً. الباحثة تضع منصة ماجيك سكول AI في الصدارة، وتصفها بأنها الأب الروحي للأدوات التعليمية. لأنها منصة شاملة تقريباً، لكن المثير للاهتمام هنا هو أداة دافجيت كبديل قوي. دافجيت أداة جبارة فعلاً لتصميم دروس متخصصة بأي لغة وفي ثوان معدودة. يعني بدلاً من قضاء ساعات في التحضير، الأداة تقوم بالعمل الشاق. وماذا عن العروض التقديمية؟ هنا تبرز أداة جاما، وهي الأسرع عالمياً في بناء الشرائح. وبطبيعة الحال للمسات الفنية الدقيقة هناك كانفا ماجيك ديزاين. المثير للاهتمام هنا هو أن الهدف من هذه الأدوات ليس إلغاء الجهد البشري أو جعل المعلم كسولاً. بالضبط. الهدف هو تفويض المهام الروتينية لترك مساحة ذهنية أكبر للتعليم الحقيقي والتفاعل المباشر داخل الفصل. طيب، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام فعلاً. ماذا عن التقييم؟ يعني الامتحانات تأخذ وقتاً طويلاً جداً. الباحثة تستعرض أداة كونكر لبناء الاختبارات في ثوان، ولكن المفاجأة الحقيقية هي أداة جريدسكوب. التي تصحح الامتحانات الورقية التقليدية. هذا مرعب ومدهش في نفس الوقت. بذكاء اصطناعي يقرأ الخطوط ويجمع الإجابات المتشابهة. هذا يختصر ساعات طويلة من التصحيح. وفي مجال صناعة المحتوى والبحث المستمر تم استعراض تطبيق نوتبوك LM. هذا التطبيق السحري الذي يحول المقررات الجامعية الجافة إلى حوارات صوتية ممتعة. وهناك أيضاً أداة تشات PDF للبحث داخل مقررات ضخمة قد تصل إلى 300 صفحة. ولا ننسى Perplexity AI للبحث العلمي الموثق بدقة. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن هذه الترسانة تحول مسار العمل من الجهد الشاق إلى الإنتاجية الذكية. صحيح. يصبح الذكاء الاصطناعي هنا بمثابة المساعد الشخصي أو الكوبايلوت الذي يوجه الرحلة. إذن، ماذا يعني كل هذا للمستمعين؟ وكيف يمكن البدء دون ضياع؟ الملف يقدم خريطة طريق واضحة. هناك مسار للبداية بميزانية 0 درهم يعتمد على ماجيك سكول وجاما وكونكر. وهناك مسار الأستاذ المودرن، وهو مسار متقدم عبر الاستثمار في أدوات مثل نوتبوك LM. وهذا كله يصب في القاعدة الذهبية التي ذكرها المصدر، وهي اعمل بذكاء وماشي بتمارة. اعمل بذكاء وليس بجهد مرهق. الهدف في النهاية هو جعل الفصل حياً وليس مجرد التخلص من العمل. بالضبط. الأستاذ الذكي يركز على التربية ويترك التحضير للذكاء الاصطناعي. خلاصة سريعة وممتازة. ومن المهم جداً لكل المهتمين متابعة بقية سلسلة 15 يوماً لاستكمال بناء هذه الترسانة. لكن هذا التطور السريع يطرح سؤالاً مهماً للتأمل. ما هو؟ إذا كان الذكاء الاصطناعي سيتولى 80% من مهام التحضير والتصحيح وصناعة المحتوى خلال السنوات القادمة، وهو ما يبدو أنه يحدث الآن فعلاً، فكيف سيتطور الدور الجوهري للمعلم البشري؟ هل سيصبح التعليم معتمداً بالكامل على الذكاء العاطفي وبناء شخصية المتعلم بدلاً من مجرد تلقين المعلومات؟ فكرة عميقة جداً تترك مساحة كبيرة للتفكير. شكراً جزيلاً، وإلى اللقاء في استكشافات قادمة.